السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. وياكم هاشم عامر من قناة عراقيين كلاش اوف كلانز على اليوتيوب. ومثل ما شفتوا بعنوان الحلقة، الشركة اطلقت اول فيديو يخص الدفاع الجديد الخاص بالتاون هول ليفل 11. اي نعم، تشوفون هذه قاعدة كاملة تاون هول ليفل 11 ويا الدفاع الجديد ويا الاكسبوات الجديدة، 4 اكسبو، 5 ويزرد، الارشر تاور الجديد والكانون الجديد. قدامكم هذا هو الدفاع الجديد. طبعا تغيرت هواية شغلات، هواية رسومات تغيرت من الشغلات اللي اعلنتها عنها الشركة، مثل التاون هول، مثل الدفاع، وحتشوفون هسه التغييرات اللي موجودة. اول شيء طبعا اعلنت الشركة انه هذا الدفاع حيفتح اول ما تصعد تاون هول ليفل 11 وبي ليفلين، تقدر تطوره الى الليفل 2 لحد الان طبعا. وايضا تلاحظون القاعدة هذه طبعا كبران المساحة تقريبا، هذه هي حتصير مثال يعني التاون هول ليفل 11 الكامل. الآن حنشوف الدفاع الجديد. بالدفاع شلون هي طريقة الدفاع، وأيضا باستخدام الهيروات الجديدة. فحتلاحظون انه بدأ بإيرث كويك واثنين لايتنج سبيل على واحد من الاير ديفنسات فلشن. بدأ بسبيل هيست سبيل، بعدها اللافا والمناطيد، نزل التنانين. ورا ما نزل التنانين يلا اشتغل الدفاع. تلاحظون العلامة المحددة على التنين اللي التنين حيستهدفها، تغير الافكت مال ضربة. نشوف الآن إعادة للضربات مالته. انتبهوا، قبل كان ليزر، الآن تغيرت على عدة ضربات، 3 ضربات. مثلا دا يستهدف هذا التنين، حط عليه النيشان مالته، حتى لو مشى التنين حيظل يستهدفه، يركز عليه ويضربه. هذه 3 ضربات اللي تشوفها، 1 2 3، قلت نص طاقة التنين. نعم. الآن تلاحظون نكمل الهجمة. طبعا الهيرو الجديد نازل للمهاجم، والهيرو الجديد الموجود بالدفاع رجع. الآن الدفاع الجديد حد التنين، حيضرب، استهدف مجموعة تنانين، لكن كان الهيرو الجديد مشغل طاقته، لذلك ما تأثرن التنانين بضربة الدفاع الجديد. نعم، هذه هي قدرة الهيرو الجديد، شلون حيقاوم هذا الدفاع. لذلك من قالوا كلش قوي كلش قوي، لا، اكيد حتتوازن اللعبة. ومثل ما لاحظتوا توازنت اللعبة، ما لحق هذا الدفاع الجديد الا يضرب ضربتين بس وتفلش. وصلت التنانين الى المنتصف. تلاحظون نسبة الدمار الان، لكن احنا ما نقدر نقيس على هجمة التنانين. لان ليش؟ اولا التنانين هي صحيح مفيدة بالهجومات، لكن الهجوم الرئيسي ما راح يكون تنانين. اكيد حنستعمل جولمات، حنستعمل لافا. والمشكلة بهذا الدفاع هو الجروبات المتجمعة، لان مثل ما تعرفون هو سبلاش دامج. لذلك اذا تجمع جولمان او 3 جولمات بنفس المكان او بيكات، ممكن يستهدفهن ويأذين كلهم في نفس الوقت. ما نقدر نحكم لحد الآن على التنانين. التنانين ينتشرن بشكل واسع، لذلك يستهدف واحد واحد، لكن التأثير مالته الرهيب حيكون على القوات المتجمعة. مثلا عدة قومات في مكان واحد حيقدر يستهدفهن. وأكيد حكوا شغلات جاية أكثر، مو بس هذني. نعم، نعلن عن الدفاع الجديد، ولكن انتظروا بعد أكو سنيك بيكات جديدة قادمة لشغلات جديدة أكثر. وأكيد اللي يعلنون عن الطاقات مالته الخاصة. لحد الآن ما حددوا وش قد كمية الجيش اللي يحتاج حتى يشتغل، وأيضا ايش قد كمية الوقت اللي يحتاجه للتفعيل. بنهاية هذا الفيديو، إذا تريد تشوف كل سنيك بيكات تأكد تشترك بالقناة، تدوس على السبسكرايب حتى يوصلكم آخر الفيديوهات. أشوفكم خير إن شاء الله. مع السلامة.